الفاس على الأرض تنزل، الأرض تضحك شاي، تفرح وتجمع وتغزل ثوبك ومهرك يا عاي. صناعة الحياة أو النيك عنخ. ما هو نيك يعني يعمل، وعنخ يعني حياة. عشان تعمل حياة، الحياة دي بتعمل في ايه؟ زراعة، صناعة، صحة، تطبق، تعمل دواء، تعمل حرب، تدافع عن الحاجات اللي زرعتها وتدافع عن الصناعات اللي عملتها، تتداول الخبرات مع أقرانك، مع أبوك، مع أمك، مع عمامك. هيبقى في لغة، اللغة دي لازم تتحسن، هنبحث فيها عشان نعمل أدب. طيب، زرعنا وصنعنا وعملنا وطببنا وعملنا صحة وعملنا حرب واهتمينا بلغتنا، يبقى احنا كده بنعمل تاريخ. بنعمل تاريخ عشان ولادنا لما يجوا ياخدوه على الجاهز خبرة. لأن بدون الكلام ده مفيش ملك، بدون الكلام ده مفيش وطن، وبدون الكلام ده مفيش شعب. أهم من التصنيع والورشة أو المصنع والمزرعة أدوات الإنتاج. إنك تنتج المكنة بتاعتك أو تنتج حتة العدة بتاعتك من الصفر. محدش يتنك عليك ويقولك دي تاخدها تشغلها كذا يا حبيبي، أو دي ينفع كذا شغلها وكذا. لا يا حبيبي، لا. أنا خاماتي بتاعتي اللي عايز اشغلها، بعمل لها العده بتاعتي، بعمل لها المكنه بتاعتي اللي تعملها بالطريقه بتاعتي، هطلع الانتاج وانا مرتاح. ليه بقى؟ لان انا طريقتي هي اللي هتخليني اعرف اكل واشرب واتحرك واعمل اللي انا عايزه. انا بعرف اكل بايدي واعرف اعمل لقم واغمس، لكن ما بعرفش اكل بشوكه وسكينه. لو حطيت لي شوكه وسكينه ممكن تضايقني حتى نفسيا. يبقى بالتالي انت ما تعزمنيش على الشغلانه دي، او انا مش هشتري حاجه ما توافقنيش. كمان انت مش هتفرض عليا ان انا اخد الحاجه بتاعتك واشغلها بالطريقه بتاعتك عشان انتج من الخامات بتاعتك. يا حبيبي انا ما بشحتش، انا اقدر اتخلق اللي انا عايزه. وما بشحتش لان ما حدش بيشحت حد. لان انت لو هتقول النبي لله يقول لك ما تموت ولا تخفى في داهيه. خليك تموت، خلينا انا اللي معاك. اللي بيشحتك بياخد منك وانت غفلان، بياخد منك اضعاف كتيره ما هتشتري منه. اضعاف كتيره قوي قوي. يعني انت هيشتري منك بجنيه، لا هو ساعه ما هيشحتك هياخده منك بقرش. الاستعباد مش اني اشغلك عندي مقابل لقمتك بس، لا. الاستعباد اني انزع منك اي ملكيه واي هويه. مش عارف اقولها ازاي او ابدا منين، بس من باب اولى اعلم الانسان ازاي ياكل، يزرع اكله، ازاي يشرب، يعمل شربه، ازاي يلبس، يعمل كتان ولا يزرع قطن ولا ياخد صوب غنم، وازاي يغسله وازاي ينسجه، وهكذا. ازاي يعمل النسيج او الغزل السريع. يعني خبرات الحياة. ما هو انا جدي عملها كده، وجاي ابويا طورها، ابويا حسن فيها خلاها اسرع، وبعدين انا اجي اطور فيها فخليها اسرع، وهكذا. احنا بنتخاف مع البيئة، بنتخاف مع المكان ومع الزمن، لكن مش بنجور على المكان، مش بنجور على المواصفات بتاعته. مش بدمر البيئة بتاعتي. مش لقيت منجم دهب فبخلصه بسرعة 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 قبل ابني ما يجي ياكل منه. امال انا ليه خلفته؟ اصل دي ارضك ليك ولعيالك، لعيالك وعيال عيالك من بعدك. وبعدين احنا لازم نقرا ولازم نكتب عشان نقدر نتعرف على هويتنا. احنا مين؟ خبراتنا ايه في الحياة؟ الارض دي ادتنا ايه؟ الانسان بيقرا عشان يقدر يعرف خبرات الماضي. اعرف جدي عمل ايه، وبعدين ابويا طوره ازاي، وبعدين انا هطور ايه. ما هو احنا بنحاول دايما نخلي الحياة اسهل واسرع ومريحة. ده عامل الزمن، وده عامل تراكم الخبرة. فالخبرة لما تتراكم كده ليها طريقة تتكتب بيها. ابويا بيكتبها، عمي بيكتبها، خالي بيكتبها، انا اجي اقراها استوعبها. من الطريقة بتاعت الكتابة يبقى ليا هوية. يعني الشخص المصري له طريقة في الكتابة والتفكير، دي هويته.
المنطق في التعامل مع الحياة، التكيف مع البيئة نفسها. وبعدين انا هسأل سؤال، ليه انتهينا للعكس؟ يعني ليه الناس ما عادتش بتعرف تعمل ترس؟ ليه الناس ما عادتش بتفهم في الحركة الميكانيكية؟ ليه الناس مش فاهمة يعني ايه هيدرودايناميك؟ انا مش بقلس على حد، بس ده علام الايد وعلام العين اللي يحرك المخ ويخلي العبقرية تشتغل، اللي هيعلم العيال الاعداد المباشرة، اللي هيعلمه يعد انه يبتدي بالفعل، يمسك صابعه ويقول 1 2 3، ويمسك حبة الغلة ويقول 1 2 3، يمسك ضلعين وزاوية ويبتدي يقيس الزاوية، فيبتدي يتعلم ازاي يقدر يعمل زوايا وازاي يقدر الزوايا. النظريات مش هتتدرس او تتقري نظري، يعني مش بالكلام، لازم تتطبق. لازم اخش الفصل في مدرسة الحياة، اخش الورشة، اخش المعمل، اخش التطبيق العملي، هقرا واطبق عملي فتستقر في دماغي. عمري ما هشوف كبريتات نحاس وهنسى شكلها، لكن هتكتب لي كبريتات نحاس مليون مرة، هي كتابة مش قراية. لما بيجوا يعملوا الملفات، ملف يعني طول سلك، يعني مقطع السلك، يعني قطر اللفة بتاعت السلك، يعني طول الملف نفسه، يعني الخامة بتاعت السلك، حاجات كده لازم تتفهم عشان اقدر اعمل ملف له مواصفات. كمان انا لازم افهم يعني ايه فولت، يعني ايه امبير، ويعني ايه ذبذبة، يعني ايه الذبذبة لما يعني ايه لما ده يعلى ده ينزل. قال لا، يعني اقدر انقل الكهرباء بدل ما انا هنقل مثلا 100 امبير في 25 ملي نحاس، لا ده انا اقدر انقل 100 امبير بنعلي الذبذبة وانقله في 1 مايكرون. الذبذبة حدوتة خلتنا نكتشف ان الملف اللي قلبه حديد ونحاس اللي هو بيعمل ذبذبة 60 مش هو العامل الاوفر اللي هقدر احطه على طيارة. الطيارة عايزة محولات قد كده بوزن قد كده، هنا انا عايز وزن خفيف جدا. فابتدى الفرايت اللي هو معمول باكاسيد الحديد وشوية طينة ومحطوط في الفرن وطلع، وبعدين تشف عليه لفة سلك واحدة او 2 بشعراية سلك عشان يديني عدد الذبذبات اللي بالالاف من هنا لهنا لهنا. وبعدين لما احب اخدها بترجمها عن طريق شريحة صغيرة كده ذكية، هترجم لي الذبذبة لفولتية والامبير اللي انا عايزه. يعني اقدر اعمل محطة كهرباء اللي هي كنت بعملها قد كده اخليها قد كده اهو. يبقى اذا عامل التكبير والتصغير ده مفهومية، لازم افهم وافهم القواعد من الاول، اقدر افهم مقطع السلك، والا عمري ما هقدر اعمل ملف ولا هفهم يعني ايه ملف. لما اجي اقول بني ادم هيعيش في الصحراء، هجيب دكتور في الجامعة وارميه في الصحراء هيموت من جوه، ما هو ما اتعلمش. يعني مش عشان خد الدكتوراه يبقى خدها من الاول وفهم. لازم تحش بيك شطحة مرة واحدة اقول لك انت بقيت دكتور يا فندينا، لا، انت لازم واحدة واحدة تفهم يعني ايه حتة خشب، ويعني ايه تتقطع، ويعني ايه حتة حديد، ويعني ايه تتني، ويعني ايه نار، ويعني ايه النار بتعمل ايه، ويعني ايه كيمياء، ويعني ايه فيزياء، ويعني ايه حركة ميكانيكية. وقدامك مشوار علشان تبقى دكتور. انما اختصر كده مرة واحدة احدفك هناك تبقى دكتور، طيب هاخدك اوديك في الصحراء. لما مينا وحد القطرين كان في مصر تقدم تكنولوجي وطاقة عمل تفوق كل كيانات العالم اللي موجودة دلوقتي على الإطلاق. مينا سرح المنادين، لم كبار السن في المعابد، وكان المعبد هو مركز الحكم والسلطة، وسخر كتبة يكتبوا خبراتهم في الحياة، وجاب ناس تصنف الكلام اللي اتكتب ده في مكتبات، فده اتكلم في النجارة، وده اتكلم في الحدادة، وده اتكلم في الفلك، وده اتكلم في كذا. وابتدى يبقى فيه تصنيف، ويبقى فيه مكتبة، ويبقى فيه كتب. واهم حاجة عملها انه عمل البرعنخ
جوه المعبد او المدرسة والورشة، عشان دول اللي هيعدوا الجيل الجديد. وبالتالي يبقى المعبد والمدرسة ودار الحكومة والورشة كيان واحد، عشان يطلعوا شعب واحد، عشان يطلعوا ناس بتفهم بعضيها. دايما الانسان بيحتاج له قوة، بيحتاج تشغيل دماغ عشان يعرف ينتج، لانه بيدرس في التطبيق اللي يخليه يقدر يعمل اوامر. انا بعمل الاوامر الكتروني دلوقتي، عندي كمبيوتر او عندي شريحة ذكية، وبقعد اقول الحركة الفلانية تبتدي في الوقت الفلاني وتنتهي في الوقت الفلاني، تليها الحركة الفلانية او تواكبها الحركة دي، فدي مع دي، وبقسم وقت وبقسم افعال. والافعال بتعملها ميكانيكا، يعني موتور بيشتغل وموتور بيوقف وهكذا. طيب ما هو الكلام ده كان بيتعمل بالمخ بقى في الميكانيكا. لما الترس بيمشي 5 مشيات ويفوت، وبعدين يمشي 5 مشيات ويفوت، فانا بقدر اسحبها كل 5 ثواني. انا خليت الترس يمشي بمعدل زمني، فبقدر اتحكم في الحركة زمنيا. فلما اتحرك بالحركة زمنيا اقدر افتح واقدر اقفل. دي اوامر. اقدر اعمل ده بالكيمياء، واقدر اعمله بالكهرباء، واقدر اخلط ده كله مع بعضه. اذا عالي البني ادم اللي بيبدع الكمبيوتر هو اللي بيبدع الآلة المتراتبة، اللي هي عبارة عن مجموعة اوامر بتمشي ورا بعض. وفي النهاية هكتشف انه الميكانيكا والهيدرو اللي هي حركة المية وضغطها، وانها تخلي المية تتدفق فتعمل الساقية، فالساقية تدور فتعمل حركة، فالحركة دي ميكانيكا، فالتروس تشتغل. دي ممكن تخليني اعمل اوامر وقت واعمل اوامر ميكانيكا وتغنيني شريحة ذكية. الحدوتة اني شغلت دماغي عشان اقدر اعملها. لما يجي الخواجة يديني مكونات الدايرة الكهربية ويقول لي ده مكثف ودي مقاومة وده، لكن اجي اعملها وانتجها يقول لا ممنوع عليك حبيبي تنتجها، انا بس اللي انتجها. طيب وبعدين جه باع لي ملايين القطع بايظ، باع لي بمليارات الفلوس، وبعدين جه في بعد فترة حول القطع الالكترونية دي لقطع ميكروية وقطع نانوية، فمش متشافة. وبدل ما هيحط مقاومة عشان تدي المقاومة، المكثف يدي مقاومة، والمقاومة تطلع تدي كذا، والكذا يدي كذا، ويبتدي يصنف الأوامر في الدايرة بتاعته. ابتدي يحددها لي 1 2 3 4 5 6 مصفوفة كده، واحد زي ما بتشوف في الموبايلات. فأنت صنايع موبايل، لو تشوف الكهرباء دخل 1 2 خارجة منها ولا مش خارجة، فهتغير رقم 1، هتغير رقم 4. طب ايه رقم 1 وايه رقم 4؟ ما انتش عارف. اي سي ده الله اعلم، مقاومة الله اعلم، مكثف الله اعلم. طب هو بيديني حاجة انا مش هقدر اعملها، عنده نو هاو عشان يحتكر التكنولوجيا، يحتكر الطريقة، يحتكر الآلة بتاعتي اللي هتنتج الانتاج بتاعي، اللي هتشتغل في الخامات بتاعتي. يبقى انا ابقى عايش في دولة الحمير لو انا مش هنتج حاجتي. لو انا هستورد بس وانا مش هنتج، ما انا هشحت في الاخر. الدنيا ما بتمشيش كده، البني ادم لازم ينتج. يبقى نبتدي من الحكاية، من عمق التاريخ، من الخبرة، من التكنولوجيا بتاعتنا، من طريقتنا. عشان خاطر اقول اول درس يا اولادي لازم ابتدي اقول يعني ايه ترومبة، والمصري القديم عملها ازاي، وحول الترومبة بتاعت دفق المية دي لانها تبقى ساعة مائية وتعمل حركة. وده كان اول تفكير، انه يقسم الزمن ويحوله حركة ميكانيكية، اوامر شغل. يعني عمل كمبيوتر مش بس بالقطع الكهربية، الكمبيوتر هو اوامر وبتحرك على الاوامر بافعال. يبقى الدرس الاول في صناعة الحياة هو قيمة الوقت وقيمة الحركة. شوفوا الدرس. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امين احلام